السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. احنا متابعين في الدنيا، وحشني من اخر فيديو بجد. انتم بتفرحوني بالتعليقات بتاعتكم، بالرغم اللي انا بلاقي تعليق كده سلبي وبيضايق، بس زي ما انتوا قلتولي طنشيه، انا بطنشه ولا اكنه موجود خالص. انا عمري ما اذيت حد بفعل او بكلمه، فما تحاولوش تاذوني بكلامكم. انت تعرفيني منين اصلا علشان تكتب لي تعليقات شبه دي، او شبه اسلوبك او شبه تربيتك؟ انا بطلع اشارككم الروتين بتاعي او الوصفه اللي انا بعملها او الاكله، تعرفي طريقتها او المكونات، او الفيديو ممكن تستفادي منه او تطلع منه بحاجه تفيدك وخلاص. عمري ما دخلت لقحت على حد ولا شتمت حد ولا شتمت في حد، اذا كان من هنا او حد معرفه ولا جبت سيره حد في الغلط. بطلع باحترامي وبخلص الفيديو باحترامي برضو، واللي بيشاهد يشاهد باحترام. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد يتمنى لي غير الخير او يفكر بس يأذيني او في اذيتي. انا عمري ما اذيت حد، ولا عمري كنت حقودة على حد، ولا قلت ده احسن مني. ولا يعني الشبعانة بتفضل طول عمرها شبعانة وعمرها ما تبص لحد. وده اللي احنا اتربينا عليه، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد يتمنى لي حاجة غير الخير انا وولادي. معلش بقى ان المقدمة كانت كده، بس انا كنت متضايقة من كام حاجة كده في تعليقات ونسيت اقول لكم انا بعمل ايه. انا هنا بجهز بقى لدخول الصيف علينا، بشيل بقى ايه الفرش اللي هي تحرر. الجو بدأ بقى ايه يحرر، بس الايام اللي فاتت دول كان في موجة تراب فظيعة، فكانت كل شوية تدخل تراب في البلكونة وفي الشقة. والبلكونة كانت مليانة تراب، واللي يخش البلكونة يدخل برجله تراب في الشقة. فكانت الموضوع ده كان بيضايقني، وكان موجة تراب كده وعفرة وهوا. غيرت بقى الملايات بتاع السرير وكنست الأوض ومسحتها علشان التراب اللي داخل من البلكونة ده. وبشيل بقى السجاد بالفرش اللي انا كنت جايباه جديد تغيير كده في العيد، شلته بقى وكنست بقى مكانهم. بجد هما مش بيجمعوا تراب تحتهم خالص، وخامتهم حلوة بجد، هما تحفة اصلا وخفاف كده وغسيلهم حلو وسهل. شلتهم بقى وفرشت بقى ايه اللي هي السجاد بتاعي اللي هو الكبير. قلت انا اغسله على الناشف بس. اما التانيين دول حافظات كنت جايباهم في العيد، انا قعدت فرشهم اسبوعين بعد العيد، قلت اسيبهم افرح بيهم. وهنا بقى طلعت السجاد اللي عندي، قلت اللي انا عايزه اغسله بس مش دلوقتي، عايزه اوديه المغسله بس مش دلوقتي، بعد على العيد الكبير كده هوديه. كان في بقع كده ووساخة غسلتهم على الناشف. بغسلهم بجيب مية واحط فيهم اللي هو المسحوق اللي هو البيركس ده بس، علشان لو حطيت اي مسحوق تاني هيعمل رغوة ولازم يشطفوا ويبقى موال كبير. فبنغسلهم على الناشف كده وسبتهم على البلكونة ينشفوا. السجادة دي والسجادة التانية شلت بقى المفرش الجديد بتاع العيد خلاص، وهشطفه بقى اغسله وهعينه للعيد الكبير، وهفرش مفرش عادي تاني هنا. البتاع دي كانت بايظة، قلت اتصرف مش مشكلة يعني، ما حصلش حاجة ولا الدنيا هتقف. مسحت بقى الترابيزة مسح حلوة كده بالمياه والمعطر، ومسحت الرخامة والخشب، وهفرش المفرش ده. الحاجات والمفرش اللي انا كنت جايباها في العيد دي للمناسبات بس، اما دي للايام العاديه. فعندنا الحاجه التانية علشان تبقى ايه لسه جديده وما تتبهدلش. غيرت هنا النظام شويه بس طلع حلو قوي عاجبني. كنت هفرش السجاده دي، كنت هفرشها هنا في الانتريه دي اللي كانت تحت السفره، وقلت اللي هي في الانتريه هفرشها تحت السفره، بس طلعت كبيرة قوي. وكمان كانت يعني ايه هتعدي بعد النيش، هتدخل تحت النيش، بس اكيد يعني النيش مش هيتحرك من مكانه. فعملت النظام ده وشكله حلو وعجبني، والتجديد كده اللي هي فرشت السجادة دي هنا دي اللي كانت تحت السفرة، وحطيت بقى الترابيزة في النص كده وفرشتها وشكله حلو كده، ورجعت الكرسي زي ما كانت بالشكل ده. حسيت كده بتغيير لان السجادة دي بتتحط تحت السفرة، فما فرشتهاش قبل كده في الانتريه، فمديه شكل جديد وتغيير.
وفرشت بقى تحت السفرة اللي هما الحصر او اللي هما بتقولوا عليه قياس ولا اسمه مش عارفة تسموه ايه، اللي هو الحصر. الاتنين فرشتهم في الصالة تحت السفرة. وغيرت بقى، شلت الحاجات اللي هي جديدة اللي انا جايباها، المشايات والطرقة دي. وفرشت القدام بقى كنت غسلاهم قبل كده يعني. والحاجات الجديدة عندها علشان لما اجي افرشها تاني تكون لسه بايه، بزهوتها واللي هي جديدة للمناسبات بس. وبس كده يا حبايبي، وده كان يومي. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوا الاشتراك في القناة واللايك.